ناكل جبنه قريش ولا جبنه شيدر؟ ناكل جبنه فيتا ولا ناكل جبنه بيضه؟ ناكل جبنه كيري ولا مثلثات؟ ناكل جبنه موتزاريلا ولا بارميزان؟ النهارده هنعمل مقارنه كبيره جدا بين اشهر انواع الجبن من حيث القيمه الغذائيه والطعم والافضل ليك والصحه. صلي لنا بقى على النبي في الكومنتات وتعالى عشان نكمل الحلقه. اول مقارنه ما بين الجبنه القريش والشيدر. من حيث الصوديوم بقى الجبنه القريش قليله والشيدر مرتفع الصوديوم فيها. من حيث الكالسيوم الاثنين نسبتهم عاليه. من حيث البروتين الجبنه القريش هيكون بروتينها اكتر من الشيدر شويه. من حيث الدسم بقى هيكون الجبنه القريش اقل كتير دسم والجبنه الشيدر الدسم بتاعها اعلى شويه. طب لو انا بقارن ما بين دي وما بين دي بس انا محب جوايا قوي قوي للجبنه الشيدر فانا ممكن اخد شريحه واحده، لان اكيد في مقابل الشريحه بتاعت الشيدر الجبنه القريش هتديني كميه اكتر فهشبع اكتر، يبقى انا ساعتها هختار الجبنه القريش. فلو انا عايز كم كويس هاخد من القريش. لو حضرتك هتكتفي بواحد شريحه شيدر يبقى كفايه جدا. يبقى الجبنه القريش املاحها اقل وبروتينها اكتر ودهونها اقل، يبقى هتفيدك اكتر. طيب لما نيجي نقارن هنعمل سندوتش جبنه بيضه ولا هناخد سندوتش جبنه فيتا بقى من عند البقال؟ من حيث الملح الجبنه الفيتا نسبه الصوديوم فيها اعلى، اما الجبنه البيضه هي اقل. من حيث الكالسيوم الاثنين تقريبا شبه بعض. من حيث البروتين الجبنه البيضه اعلى من الفيتا. من حيث الدسم تقريبا الاثنين متوسط. يعني لو انا هقارن ما بين الفيتا والجبنه البيضاء اكيد يا جماعه هختار الجبنه البيضاء لان هي هتبقى اقل دهون. يعني احنا سبق واتكلمنا في الاحماض الدهنيه المشبعه، وطالما انا بدور على صحتي وبدور على الافضل يبقى اكيد هميل اكتر لاختيارات الجبنه البيضاء وليس الجبنه الفيتا. طيب لو انا هقارن ما بين الجبنه الكيري الناعمه دي الحلوه ولا الجبنه المثلثات اللي ولادنا بيحبوها في السندوتشات، من حيث الصوديوم هيبقى الجبنه الكيري اقل بكتير في الملح عن الجبنه المثلثات. من حيث الكالسيوم الاثنين نسبه الكالسيوم فيهم قليلين شويه. من حيث البروتين الاثنين البروتين فيهم قليل شويه بس المثلثات اعلى سنه يعني. من حيث الدسم الجبنه الكيري الدسم بتاعها عالي جدا انما المثلثات عالي شويه. ولو انا بقارن هاكل ده ولا اكل ده الاثنين ذا سيم نفس الكلام تقريبا. نعمل بقى شويه بيتزا حلوين كده هنرش عليهم بارميزان ولا نرش عليهم موتزاريلا؟ من حيث الملح يا جماعه الجبنه البارميزان ملحها عالي قوي فهتزود كميه الملوحه والصوديوم، اما الثانيه اقل كتير. طب من حيث الكالسيوم الكالسيوم في الجبنه البارميزان عالي جدا اكتر من الثانيه برضه. بالنسبه للبروتين البروتين عالي جدا في الجبنه البارميزان اعلى بكتير من الموتزاريلا. وبالنسبه بقى للدسم الدسم برضه عالي في البارميزان اكتر من الموتزاريلا. هقارن وعايز الفايده فهاخد البارميزان بس هاخد منها كميه اقل بكتير من الموتزاريلا لان نسبه ملحها عالي ودسمها برضو عالي وكمان فلوسها عاليه. طيب يبقى الافضل بقى صحيا نعمل ايه؟ ناكل طبعا جبنه قريش او جبنه فيتا قليله الملح او جبنه موتزاريلا بس بكميه قليله، وبرضو عشان ارحم اقتصاديا يعني. والاسوأ بقى صحيا ان انا ادور على الجبنه المثلثات والكيري والشيدر كامله الدسم. طب لو سألتني بقى أنا كدكتور محمد بتعمل إيه؟ هقول لك الآتي يا سيدي، كل باعتدال من أي حاجة أنت بتحبها بس الكميات إيه؟ قليلة، وممكن تعمل حركة خبيثة شويتين، كتر الألياف وزود العيش اللي فيه جنين قمح أو زود العيش اللي فيه حبة كاملة، وبالتالي هتقلل امتصاص الدهون وتخفض من امتصاص جسمك للأملاح، وحضرتك هتستفيد كتير. دكتور محمد حسنين استشاري التغذية العلاجية.